أهلا بيكم معايا. وصفة النهاردة حلوة جدا جدا وكلنا بنعشقها وبنشتريها من محلات عصير القصب. تعالي النهاردة أقولك سر المحلات. السر في الكيس اللي أنا حطيته قدامك ده، وهو كيس جيلي الفراولة. جبت الرمان طبعا وغسلته، وبعد كده بدأت ان انا افصصه وشطفته تاني وصفيته، وضفت عليه كوباية ونص من المية الساقعة، نص كوباية من السكر، وبعد كده هضيف على كيس الجيلي كوباية من المية السخنة، وهقلب كل الكلام والجمال ده كده مع بعضه. شايفين اللون؟ شايفين الجمال؟ وطعامه بقى مش قادرة اوصف لكم الطعم. حكاية يا جماعة. بنسأل نفسنا لما بناكله في محلات العصير هم حاطين ايه. انا النهاردة جبتلك سر الخلطة زي ما بيقولوا. طعم رهيب، فوائد الرمان جميلة، طعم الجيلي يجنن. اولادك هيعشقوه عشق. لو هتعمليه مرة في الأسبوع جميل جدا. فوائده كتيرة، وبسم الله ما شاء الله على طعمه. عندك بقى كريم شانتيه ممكن تعملي من فوق روزيتات كده، هتفرح اولادك جدا. مفيش اسهل من كده يا جماعه. مش هتاكليهم طبعا اي حاجه من بره، علشان طبعا المواد الحافظه اللي بتبقى في الحاجات اللي بيرشوها على الرمان، مش ضامنين مغسول ازاي، الايد اللي مسكته كانت عامله ازاي. اعملي حاجتك في بيتك لاولادك كل نظافة. خصوصا ان احنا الفترة دي فترة امتحانات، عايزين حاجات تكون مغذية، عايزين نعمل حاجات سهلة وبسيطة تفرحهم. بألف هنا وشفا عليكم.